كل واحدة تقوم تدور على قسيمة جوازها تصورها بالموبايل، شهادات ميلاد ولادك، امسكي على جوزك أي حاجة، خلي حاجتك معاكي. ما نعرفش مين فينا ممكن تصحى وتلاقي نفسها مكان ليلى. مين ليلى؟ ليلى اللي في مسلسل برغم القانون. ليه السوشيال ميديا مقلوبة على مسلسل برغم القانون؟ ناس بتشعر فيه وناس بتشتم فيه، مفيش حتة وسط. الضربة لما بتيجي من حد قريب بتبقى عاملة زي السكينة. بس الغريب بقى إن حتى الناس اللي بتشتم فيه بيتفرجوا عليه ومتابعينه. تعالوا بقى أما أقول لكم ليه. المسلسل عمل مشكلة من قبل ما ينزل، من التريلر ومن البوستر. الناس قالوا إنه نفس البوستر بتاع مسلسل منى زكي، وإن هو هيكون بيقلد القصة والأحداث بتاعة مسلسل تحت الوصاية. المهم إن بعد أول كام حلقة الحمد لله الناس شافوا إن قصته مختلفة تماماً عن مسلسل منى زكي. المسلسل بيحكي عن واحدة بتصحى الصبح مش بتلاقي جوزها نايم جنبها. أنا جاية عايزة أقدم بلاغ، جوزي مختفي بقاله 24 ساعة. اللي كانت متجوزاه لمدة 10 سنين وعندها منه طفلين، وبتلاقيه سايب لها ورقة مكتوب فيها إنه مشي وما تحاولش تدور عليه. طبعاً هو يقول اللي هو عايزه براحته. بتفضل تدور عليه لمدة سنة كاملة، وطول السنة دي بتمر بأحداث ومصايب وكوارث، وبتكتشف إنها كانت متجوزة واحد ما تعرفش عنه أي حاجة حتى اسمه. مين النصاب اللي أنا اتجوزته من أكتر من 10 سنين يا محمود وكنتي ضاحكة عليهم فهمانك أشطر مني؟ أول حاجة هتكلم عن الممثلين. إيمان العاصي أول مسلسل بطولة ليها، ومسلسل تقيل 30 حلقة دراما ونكد وشحتفة. ناس كتير قالوا إن هي رهيبة وتحفة وعملت الدور حلو قوي، وناس شايفين إنها مش قد الدور وإن الدور كان تقيل عليها. أنا بصراحة شايفة إن هي لا كانت مبدعة قوي ولا سيئة، بالنسبة لي هي عملت المطلوب منها. بس في حاجة مضايقة ناس كتير، إنها مش بتنزل دموع خالص. هي بتعمل وش العياط من غير ولا دمعة. وقالوا كده ينسوا يحطوا لها قطرة الدموع. اللي ينكش عيش الدبابير ما يشتكيش من لسعة. أما بقى محمد القس هو عامل دور أحمد جوز ليلى اللي بيختفي. بطل تشككني في الناس اللي حواليا. بصراحة أنا مش مقتنعة بيه قوي. وانا لما احط حد في دماغي اعرف اجيب قرار. حاسة إن هو عنده لكنة وطريقة في كلامه بيبان إن هو مش مصري، فبصراحة مش ماشي مع الدور. بس بعد نص المسلسل ابتديت اتعود عليه، وطبعا زي كل البنات والستات متغاظة منه جدا ومستنية اليوم اللي ليلى تنتقم منه وتطلع عينه زي ما طلع عينينا. ورحمة أمي ما هسكت غير لما أخد حقي وحق ولادي. خدنا الحق حرفة وبهدوء. هنا بقى نقف وقفة. محمد محمود عبد العزيز اللي عامل دور محمود شرشر صاحب أحمد الأنتيم. إيه ده؟ لا، الDNA بتاع العيلة دي مش طبيعي بجد، مش زينا كده. أنا مبهورة بتمثيل محمد محمود عبد العزيز. عمل شخصية محمود شرشر جبار. طريقة كلامه، مشيته، لبسه، شكله، وعليه رفعة بنطلون، لا بجد ملوش حل. صاحبي اللي المفروض انه صاحبي لا صنع عشره ولا عيش وملح. طبيعي جدا لدرجه ان انا حسيت ان هو كده في الحقيقه، صورته لزقت كده في دماغي، مش عارفه اتخيله غير بالشكل ده. عايزه اجوجل على صور ليه اشوف وهو مش محمود شرشر بيكون عامل ازاي. عايز تطلعي غلط اكبر منه. رحاب الجمل وهي اخت ليلى الجدعه اللي بتقف معاها وتساعدها في المشاكل اللي هي بتمر بيها. فايد عندها قضيتين، واحده تزوير والتانيه نصب. عامله الدور حلو قوي بصراحه. وياسر جوزها اللي عامل شخصيته وليد فواز، بصراحه انا من زمان بحبه وهو ممثل تقيل قوي. اختك عرفت عليا واحد تاني. وفعلا تصدق ان هو بخيل وبجس زي ما بيشتم الناس اللي في المسلسل. خليتيه يقارن ما بيني وما بينك. مش هحكي على باقي الممثلين عشان ما احرقش المسلسل. اول حلقتين من المسلسل بالنسبه لي بصراحه كانوا مملين شويه، بس بعد كده الاحداث بتاعته بتشد جدا. ماما استنى يا احمد. ندخل على التقيل. شويه حاجات عليها كلام وهتنقطني انا شخصيا. احداث المسلسل كلها في بورسعيد. اموت واعرف فين اللهجه بتاعت اهل بورسعيد. دي من اكتر محافظات مصر اللي فيها لكنه مختلفه وكلام مختلف. مفيش حد بيتكلم بورسعيدي ليه، حاجه غريبه جدا. الحاجه التانيه بقى، هاني عادل طالع في المسلسل ان هو مركب عدسه علشان في عين حصلت له فيها حادثه. والله انا على نص المسلسل اكتشفت كده. انا وقع تحت ايدي ورق يوديك سكه اللي يروح ما يرجعش. لانه اساسا هو عينه فاتحه، مش باين ان في فرق في اللون. طب كانوا حطوا له عدسه بني في العين السليمه عشان الفرق يبان. يا أخي ده أنت الشيطان بريء من أفعالك.
شخصية أحمد جوز ليلى مستفزاني جدا. هو ينفع حد يفضل 10 سنين بيمثل إن هو شخصية عكس شخصيته تماما؟ ما كنتش عايز اشيل هم بكره ولا النهارده، بس ما كنتش عارف ان احنا اول ما بنخطي عتبه الطفوله بنخرج من الجنه. مفيش مرة واحدة بس يخرج عن شعوره لما حد يستفزه. ده زرع شيطاني ملوش جدر في ارضنا. أنا مش عايزة أتكلم قوي علشان محرقش الأحداث للي ما شافش المسلسل. انا عمري ما وقفت في صف وليد. في حاجة تانية، في شخصية في المسلسل طالعة شريرة وبتحارب ليلى، الناس كلها قايمة عليه. ده انا هوديكوا في 60 داهيه. ليه؟ علشان هو شادي مقار المنتج أو أخو المنتج أو صاحب شركة الإنتاج، مش عارفة. فطبعا كله قايم عليه إن هو مش عارف يمثل وبيمثل بفلوسه، وإن هم اتزنقوا في الفلوس فقالوا يحب يوفره ويعمل هو الدور. الاشاعات عندنا هنا اصدق من الحقيقه. أحب أقول حاجة، لو ابن ممثلة مش هتسيبوه، لو بنت مخرج مش هتسيبوها، لو واحدة ملهاش أي حد هيقولك أصلها كانت مصاحبة مين ومين ومين عشان توصل. على فكرة أي حد بيمثل لأول مرة طبيعي إن هو ينجح أو يفشل، عادي. قولوا رأيكم، مثل حلو ما مثلش حلو، بس من غير ما تدخلوا الأمور في بعضها. بس برضو بصراحة أنا كارهة شخصية خالد جدا، فشايفة إن ده في حد ذاته نجاح. ضرب النار ده معناه ان احنا ماشيين صح يا بابا. اما بقى بنت ليلى طالعه في المسلسل ان هي حاسه ان مامتها هي السبب ان باباها اللي بتحبه ومشي وسابهم، ساعة ما بابا مشي وانا خايفة مش حاسة بالامان. وعشان هي متضايقه من مامتها بتكلمها بطريقه وحشه طول الوقت. الناس كلها بتشتم في البنت وبتقول عليها انها قليله الادب. انتوا نسيتوا ان هي بتمثل ولا ايه؟ بس ده برضو يبين ان هي شاطره. بشكل عام بصراحة اللبس في المسلسل كله عجبني. إيمان العاصي لبسها وشكلها بشكل عام، وكون إنها مش بتحط ميك اب وما عندهاش بوتوكس باظظ من كل حتة، الحمد لله ده مخلي الشخصية واقعية. أعتقد إن الممثلين اللي مش نافخين دلوقتي بقوا عملة نادرة جدا. شكرا جدا لواتشت إنها مش بتحرق أحداث المسلسل وما بتكتبش على كل حلقة الأحداث اللي بتحصل فيها. حاجة غريبة قوي وموتتني من الضحك، وانتوا قولوا لي ده طبيعي ولا لا. في واحدة كاتبة في بوست على الفيسبوك مسلسل كله اوفر وغير منطقي وببقى متنرفزة وانا بتفرج عليه، يا رب يخلص. هو ليه ممكن حد مش طايق المسلسل يتفرج عليه؟ يعني كده دي كانت معظم الحاجات اللي لفتت نظري في المسلسل. انا شخصيا المسلسل عجبني قوي والاحداث بتشدني، وقاعدة أفكر إيه اللي ممكن يحصل علشان ليلى ترتاح أو يتشفي غليلها من اللي جوزها عمله فيها. لو في حاجة استفزتكم أو عجبتكم في المسلسل اكتبوها لي في الكومنت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان تشوفوا الفيديوهات أول ما تنزل. وكفاية كده عشان أنا تعبت.